مساء الخير. وصفة اليوم مختلفة، يعني ما نديروهاش ديما، شكل جديد، وهو يعني عبارة على بقلاوة. نروح نشوفوا المقادير، يعني المقادير تاعها يعني متواجدة في كل دار. أنا هنا درت 4 كيلات تاع الفرينة، نزيد معاهم بنفس الكيلة، نزيد معاهم كيلة تاع مرقارين، راح نضيف المرقارين مع الفرينة. أنا عندي رشة تاع الفاني ورشة صغيرة تاع الملح. راح نبسس الزبدة مليح مع الفرينة. قلت لكم هاد لاباط كيما لاباط تاع البقلاوة، راح نبسسها مليح ونحاول كيفاه ما نخليش هذيك تكتلات. هنا بنفس الكيلة كيلت كيلة ماء ومزهر، هنا لازم ندفيهم هكذا باش ما يبقوليش يعني يقغموا في العجينة. هنا العجينة نبلها ماهيش يابسة وماهيش طرية. هنا شوفوا يعني واش بقالي من كيلة المزهر. كما قلت لكم راح نبل العجينة نورمال، نخليها متماسكة نوعا ما باش ما تعطلنيش يعني في الخدمة. راح نعجنها برك، ماشي نعجنها يعني راح جوست نلمها ونخلي هاد العجينة ترتاح نص ساعة، يعني نص ساعة راح تكون كافية باش تخدميها. انا هنا درتها على 4 وحطيتها في الساشي. ونروحوا للحشو. بنفس الكيلة درت 4 كيلات تاع كاوكاو. انا هنا الكاوكاو هذا شريته يعني واجد مرحي ومقلي. زدت معاهم مغرف تاع سكر، ما كثرتش السكر باسكو هذا الكاطو راح نعسلوه. زدت معاه نص مغرفة تاع لافاني وشوية تاع الزبدة كيما راكم تشوفوا. وزدت معاهم الزيت. كيما نعرفوا كاكاو يعني يخرج معاه الذوق تاع القارص. وراح نجمع العجينة بالماء والمزهر كيف كيف حتى نتحصل العجينة متماسكة كيما راكم تشوفوا. يعني العجينة بعد الحشو استغفر إلى شاح، يعني نعاود نلمو بشوية مزهر. هنا كما قلت لكم يرتاحوا نص ساعة في زوج. هنا راح ندير شوية فرينة ونجيب شوية عجينة كما راكم تشوفوا ونحلها بالحلال يعني على شكل مستطيل. هنا سرعت لكم الفيديو هكذا باه ما يجيش طويل. من بعد ما نحل العجينة تاعي راح نجيب هذا القراص البلاستيك، يعني هو شكل جديد وفيه هذا الديسان، يعني في بلاصة ما ننقش ويعني نتعطل. هذا القراص شكله مليح ويسهل عليك الخدمة. هنا راح نحطو حبة من الحشو وراح نقيس يعني الحبة باش نغلفها مع العجينة هكذا باه ما يجيش يعني زايدة في الطول ولا في العرض. كيما راكم تشوفوا ندير شوية تاع نقلب ساعة نقلب العجينة هكذا باه الديسان يبقى الشغل على برا. ونزيد شوية مزهر في الحاشية ونحط الحشو تاعي ونزيد شوية تاع مزهر في الحاشية اللي من هيك هكذا باه كي نغلق نضمن باللي الحبة ولا العجينة ما تتفتح ليش. هنا هاي كيف راح نغلقها. وانا طبعا البلاصة اللي غلقت عليها نحط عليها الحبة، يعني هذيك الفتحة تجي من تحت. يعني خدمته سهلة وخفيفة ما تعطلش، وحتى العجينة كما قلت لكم ترتاح فقط نص ساعة يعني وتعاونك في الخدمة. هنا برك يعني عاودت حبات باش تشوفوا الطريقة ونعاود نغلقها. أنا بعد ما ارتاحوا لي العجينة، أنا بعد ما خدمتها خليتها ارتاحت 3 سوايع هكذا باه نضمن الرشمة هذه تبقى في القاطو ما تروحش والحشو يحكم روحه. حطيت الفور سخن على 170 درجة، طيبتهم من التحت يعني كما راكم تشوفوا صفورة، ومن بعد طيبتهم برك من فوق 5 دقائق
وراح نحطهم في العسل. هنا أنا العسيلة هذه أنا خدمتها في الدار، راح نزيد لها شوية تاع المزهر، خاطر يعني لبقى العسل ثقيل الحبات مش راح يشربوا مليح. هنا بعد ما خففتو راح نرمي الحبات وهما مازالوا سخونين. هنا بنت اختي لعباكم بلي الدري كي يشوفوا الكاطو لازم يدخلوا الكوزينه. قلت لكم الكاطو لازم يكون سخون والعسل يكون بارد. راح نخليهم يشربوا مليح. انا خليته يعني ساعه كامل وهو يشرب مليح في العسل. هنا بعد ساعه والتزيين يعني اختياري. انا الحاشية تاعو يعني درتها بالكاوكاو كما راكم تشوفوا. هذا هو الشكل، يعني شكله سامبل ويعني حاجة جديدة. والقو سورتو ما نحكي لكمش، قلت لكم هذا في بلاصة البقلاوة، يعني جا القو تاعو هايل هايل. هذه وصفتي كانت لنهار اليوم، خفيفة وسهلة وخاصة يعني الشكل مختلف شوية. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وان شاء الله تجربوها، ونقولكم الى اللقاء في فيديوهات مقبلة ان شاء الله.